فشك معناها مش هاي برفيوجن. طب ايه الانديكيتورز اوف برفيوجن؟ ايه الحاجات اللي تعرفك ان العين اللي قدامك ده برفيوزد ولا في شوك دلوقتي؟ في حاجات كلينيكال وفي حاجات سبجكتيف. الكلينيكال اولا بتبص على شويه حاجات معينه كده، منها السكين مثلا. السكين لو العين اللي قدامك ده السكين بتاعه مثلا بيل، سيفير بيل سكين، او ساينوزد الاطراف مزرق، او الاطراف بيل قوي، او السكين بتاعه موتلد، فالعين ده كده في شوك. دي علامة من علامات الشوك دور عليها. ايه تاني؟ البلس مثلا. بص على البلس، لو لقيت العين اللي قدامك ده ويك بلس، 3 دي بلس، البلس بتاعه ضعيف، حاسه بالعافية، فده علامة برضو من علامات الشوك. ممكن يكون في الأول ممكن يكون باوندنج بلس، البلس قوي جدا وحاسه في الأول، بعد كده بيبقى ويك 3 دي بلس. برضه الكابيلاري ريفيل تايم، لو لقيت الكابيلاري ريفيل تايم هو لحد ثانيتين بالظبط، لو لقيته أكتر من ثانيتين يبقى العين ده في تيشو هايبوبرفيوجن. ايه تاني؟ احنا اتكلمنا عن السكين، اتكلمنا على البلس. اليورين اوتبوت، العين اللي قدامك ده اقل كميه يورين مسموح بيها هي نص ملي لكل كيلو جرام بر اور. فلو العين اللي قدامك ده بيجيب بول قليل، يبقى كده دي علامه قويه جدا، من اهم العلامات على الكدني هايبوبرفيوجن. المينتال ستيت برضه، لو لقيت العين قدامك ده مره واحده داخل في دي سي ال او حتى اولترد مينتال ستيت، ده علامه من علامات ان ايه ممكن يكون سيريبرال هايبوبرفيوجن. في حاجات تانية زي مثلا احنا قلنا كولد اكستريمز، قلنا السكين كولر. الكولد اكستريمز لو لقيت الاطراف بتاعت العين قدامك ده ساقعه، برضو دي علامه على تيشو هايبورفيوجن. اتكلمنا في المينتال ستيت، اتكلمنا في البلس، اتكلمنا في يورين اوتبوت. في حاجات تانية في حاجات بقى سبجكتيف تعرفك ان العين ده احتمال في شوك، زي مثلا اللاكتيت. لو لقيت اللاكتيت عالي عن اكتر من اللاكتيت النورمال لحد 2، لقيته عالي عن 2 او بيزيد، دي علامة ان العيان ده في شوك. وكمان الاي بي جي، لو لقيت العيان قدامك ده مثلا في اسيدوزس والاسيدوز بيزيد، او مثلا البيز ديفيسيت عمال يعني اكتر من 2 او بيزيد معاك، يبقى كده العيان ده في شوك. برضو المين ارتيريال بريشر، المين ارتيريال بريشر ده اللي هو بيساوي الدايستوليك زائد تلت البلس بريشر زائد تلت الفرق. فمثلا عيان 90/60، فالفرق 30 ماشي، فانت تلاقي العيان مثلا 60 زائد 10 يبقى البلس 70، صح كده؟ ده الفرق بين 90 و60 30. ف 60 اللي هو الدايستوليك زائد تلت ال 30 يعني كده 70. فده المين ارتيريال بريشر. فالمين ارتيريال بريشر طالما اكتر من 65 فده كويس جدا. ولكن خلي بالك من حاجة مهمة جدا، normal blood pressure don't exclude shock. بمعنى مش كل عيان ضغطه كويس يبقى مش في شوك، لا، لان احنا في حاجه اسمها compensated shock. ايه الcompensated shock ده العيان في الاول في مشكله، فالجسم بيبدا يشغل الكومبنساتوري ميكانيزمز علشان خاطر يظبط البلاد بريشر، يحاول يهندل الموضوع. فتلاقي مثلا الهارت ريت عالي شويه، انا عندي حاجه اسمها كومبنسيتد. يعني ايه كومبنسيتد؟ يعني العيان اللي قدامي ده بيرسيرفد هارت بلاد بريشر، البلاد بريشر بتاعه نورمال او نير نورمال يعني. فتلاقي مثلا العيان ضغطه 90/60، ولكن في نفس الوقت هو العيان في تاكيبنيا، في نفس الوقت في كولد اكستريمز، في ساينس اوف هايبرفيوجن موجوده، ولكن الضغط ما وقعش. فالعيان ده كده ايه؟ ايرلي، ده كده كومبنسيتد شوك. طب احنا ده في الاول، بعد شويه هيحصل ايه؟ هيخش العيان في دي كومبنسيشن. لو بقى دي كومبنسيتد شوك، هتلاقي كل الساينس اوف تيشو برفيوجن دي في تيشو هايبو برفيوجن موجوده، بس هتلاقي مثلا ايه؟ لو اتكلمنا مثلا على ريسبيراتوري ريت، هتلاقي العين هو في الاول في الايرلي شوك كان تكابني، ممكن دلوقتي كده تلاقي برضو تكابني اكتر زياده جدا، او ممكن حتى يوصل لايه؟ لشالو بريسنج، رابيد شالو بريسنج في الاخر. الهارت ريت ممكن احنا في الاول كان في تاكيكارديا مثلا في الايرلي، لكن لما دخلنا في الديكومبنسيشن ممكن تلاقي الهارت ريت زاد جدا، او حتى في الليت خالص ممكن يوصل لبراديكارديا. في الاول ممكن يكون انا قلت لك البلاد بريشر نورمال، وممكن يكون اليورين اوتبوت برضو نورمال او قليل حاجه بسيطه، لكن في الديكومبنسيتد شوك لا، العين هتلاقي اليورين اوتبوت قل بشكل كبير. في الاول الايرلي ستيج احنا قلنا بريزيرفد بلاد بريشر، لكن في الديكومبنسيتد لا، هنا هتلاقي اليورين اوتبوت بتاعه قليل والبلاد بريشر بتاعه قليل جدا. فده الفرق.
ده الفرق بين الكومبنسيتد والدي كومبنسيتد شوك. اخر حاجه وهي الirreversible شوك. الirreversible شوك ده العيان وصل لمرحله هي بيسموها البوينت اوف نو ريتيرن. خلاص احنا وصلنا لمرحله العيان البلاد بريشر بتاعه نزل جامد، بيسموها بروفاوند هايبوتنشن، لا يستجيب للفلويدز، لا يستجيب للفازوبريسور، دخلنا في مالتي اورجان فيليرز، ليفر فيلير، كدني فيلير، العين انيوريك، الساتوريشن بتاع الاكسجين بتاع اللي هو السنترال فينوس اوكسجين ساتوريشن ممكن يكون اقل من 60 او حتى اكتر من 90. ايه تاني؟ هتلاقي العين انيوريا، هتلاقي كدني فيلير، رينال فيلير، السي في بي ممكن يبقى تو لو او تو هاي، اللاكتيت ممكن يكون اعلى من 8. فكل دي بتلاقيها في الirreversible شوك. بعيدا بقى، احنا ما اتكلمناش عن انواع الشوك نفسها، ولكن دي اهم النقاط. ازاي تعرف العيان، وازاي تلقط العيان اللي في شوك، وازاي تعرف العيان اللي في ايرلي شوك، وبرضو الفرق بين الكومبنسيتد والدي كومبنسيتد شوك. السلام عليكم.